حبوباتي عسلامة ومرحبا بكم في قناة يوميات سمورة. اليوم باش نوريكم وصفة الكراميل بطريقة سهلة وبسيطة ويجيك عاقد كيما الكراميل اللي نشروه حاضر. لهنا عندي كسرونة حطيت فيها كاس سكر باش نخليه يتكرمل لين يتحل وحده، وبعد باش نوريكم شنو باش نضيف له. لهنا باش نبدا نحرك فيه بشويه بشويه ما يتحرقش. لهنا السكر نتاعي زاد، هذا القوام اللي حشت بيه. توا باش نضيف له كاس حليب وعملت فيه مغرفة ونص نشاء. توا باش نبقى نحرك فيه بشوية بشوية على نار هادية على الاخر لين يعقد لي. تراو في اللون تحسوه هيك غامق شوية، بعد بالتحريك بالباهي ويبرد يولي الكولير نتاعو كراميل، معناتها يولي افتح شوية من هكا. هذا القوام اللي حشتي بيه، القوام كيفاش وين يبقى معناتها مدة أطول كراميل، وين يزيد يعقاد ويولي معناتها اللون متاعو فاتح. توا هذا الكراميل متاعي بعد ما خليته برد، شوفوا اللون متاعو كيفاش ولا، شوفوا القوام متاعو كيفاش ولا. توا باش نحطو في الميزان نظيفة ونخليه للاستعمال. لهنا الكراميل متاعي صبيته باش نخليه حتى لين نسحقته. يبقى مدة طويلة ما يصير له حتى شيء، نجمي تحضريه وتخليه نهار اللي باش تسحقي تعملي حلو ولا باش تعملي اي حكاية، تجبدي الكراميل متاعك تلقيه مريقل وحاضر صالح للاستعمال. نتمنى انه حبوباتي هذه وصفتنا متاع اليوم، كراميل دياري ناجح 100%. نتمنى انه الوصفة تنال اعجابكم وما تنساوش تجربوها، وبطبيعة الحال المشاركة في قناتي بالكومنتير والتعليق والابوني. وتوا نخليكم في امان الله.